جمالية وهدوء الميناء الترفيهي بمحطة سعيدية السياحية لا يوازي رونقها سوى روعة منتوج الصانع التقليدي بالجهة الشرقية، منتوج أتقن صنعه ونسقت ألوانه ليعرض أمام أنظار السياح الوافدين على الجوهرة الزرقاء الذين أعجبوا ببديع الصنعة المغربية. إنه منتوج رائع ومتفرد، ولا يمكننا أن نجد مثل هذه المصنوعات سوى في هذه المنطقة. في بلد سويسرا نفتقد لهذه التحف الجميلة. هي واحد المحطة تواصلية ما بيننا وبين الأجنبيين، ما بيننا وبين حتى الجالية المغربية، ما بين المغاربة كذلك. عندنا المنتوجات كما تشوفوا، يعني اللوحات، عندنا بعض السفن، لأن التقاليد ديال المغرب وهو بالسفن والبيبان وفي حتى الألوان ديال شي حاجة مغربية أصيلية. معرض الصناعات التقليدية الذي ينظم لأول مرة بفضاء الميناء الترفيهي يشارك فيه 20 عارضا في مختلف الفنون قدموا من مختلف مدن الجهة، مناسبة للتعريف وتسويق منتوجات الحرفيين. هذا المعرض بالنسبة لنا كنعرفوا بالتقليد المغربي الأصيل اللي كتشتهر به المنطقة الشرقية، وهي القفة تاع الدوم والطبق الحلفة. هذه التظاهرة التي تروم دفع قاطرة السياحة بالجوهرة الزرقاء تندرج في إطار برنامج تنشيط محطة سعيدية بهدف دفع عجلة الرواج السياحي والتجاري بهذا الفضاء. إنها زيارتي الأولى للمغرب، ومن خلال هذه الجولة التي نقوم بها في المارينا زرنا هذا المعرض الجميل الذي يعرفنا بمنتوجات الصناعة التقليدية مثل هذه الأريكة التي نالت إعجابي كثيرا. نروم من خلال هذه التظاهرة تثمين الصناعات التقليدية بالجهة الشرقية وفسح المجال لاكتشاف فنون هذا التراث الأصيل من قبل السياح المغاربة والأجانب. أبواب هذا المعرض ستظل مفتوحة في وجه عشاق الألوان الأصيلة للصناعات التقليدية إلى منتصف الشهر الجاري.